السلام عليكم. اليوم قمت بإحضار لقطات من أهداف مباراة اليمن وأوزبكستان، ملخص المباراة كاملا وبتعليقي على المباراة الودية التي انتهت بفوز أوزبكستان ب5 أهداف مقابل هدف، ونتمنى أن تركزوا في الأهداف وتشاهدوا الأخطاء وتكتبوا لنا في التعليقات الحلول من أجل تجنب هذه الأخطاء مجددا. ونشكر الأخ علي صالح المريسي على موافاتنا بنتيجة اللقاء أولا بأول يوم أمس من ملعب المباراة، وأيضا على تنبيهه لي بملخص المباراة. إذا إليكم الأهداف واعطونا آراءكم. اليمن وأوزبكستان ضمن تحضيرات الفريقين للبطولة الآسيوية. هنا كرة خطيرة، عدم تفاهم بين الحارس والمدافع، ويأتي الهدف بنيران صديقة في مرمى الأحمر اليمني. لاحظ هنا في الإعادة حاول تشتيت الكرة وتصطدم بالمدافع أحمد الحاج وترجع عكسية لتسكن الشباك اليمنية. أول أهداف الأوزبك بنيران صديقة. لاحظ مرة أخرى هنا كان يجب على المدافع أصلا أن لا يعيد الكرة للحارس وضاح أنور، لأننا لو لاحظنا هنا تواجد 3 مهاجمين أوزبكيين ضاغطين وبقوة على الدفاعات اليمنية. كان من الأفضل للمدافع أن يشتت الكرة لا أن يعيدها لحارس المرمى، ويأتي الهدف في الدقيقة 11. إذا يجب الاستفادة من هذه الأخطاء في البطولة الآسيوية التي لا مجال فيها للأخطاء أبدا. ترجع الكرة مرة أخرى للأوزبك، ضغط واضح للمنتخب الأوزبكي. هنا المرور والخطأ، خطأ في مكان خطير، ارتكاب الأخطاء في هذه الأماكن مرفوض. لاحظ في الإعادة هنا حاول الأوزبكي المرور لكن إعاقة وخطأ واضح وصريح وفي مكان خطير. ضربة حرة للمنتخب الأوزبكي والقائد لزيز بيك ميرزايف على التنفيذ. هنا التسديد بأروع الأشكال، يسجلون الهدف الثاني عن طريق القائد والكابتن لزيز بيك. لاحظ بالإعادة بأروع الأشكال يضعها في الشباك معلنا عن تقدم الأوزبك بأجمل الأشكال في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول. لاحظ مرة أخرى في الإعادة تسديدة قوية على الحارس أو على يمين الحارس وضاح أنور. سأكلمك باللهجة المصرية. يا لزيز بيك، يا لزيز، يا جميل، يا وات، يا تقيل. يسجل الثاني للمنتخب الأوزبكي. ترجع الكرة للدفاعات الأوزبكية، يعيدها إلى الحارس. هنا الخطأ والخضر يضغط وهي الخضر يضغط، الخضر يسجل، الخضر يمكن من تسجيل هدف ولا أروع فوق الحارس الأوزبكي، معلنا عن عودة الأسود اليمنية لأجواء المباراة بتسجيل هدف التقليص. لاحظ الإصرار، هنا الضغط، هنا العقلية الاحترافية الصحيحة للخضر عباس، يضغط لوحده على المدافع الأوزبكي وبعدها لا يتوقف بل يضغط على الحارس الذي يرتبك مع رؤية الأسد اليمني عباس الخضر، والذي بدوره يستفيد من الخطأ الفادح ويسكن الكرة بأروع الأشكال في الشباك الأوزبكية. من أين لك هذه الشجاعة؟ من أين لك هذه البداعة؟ من أين لك هذه الجرأة؟ من أين لك هذه الروعة؟ من أين لك هذه الثقة يا الخضر يا العباس؟ ببساطة لأنك يماني وابن الملوك اليمنية يا الخضر يا العباس. لاحظ هذا الجمال، الله على الإصرار والثقة بالذات. عودة قوية في بداية الشوط الثاني
في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني. 2-1 النتيجة. كرة أوزبكية خطيرة في العمق، حذاري من هذه الكرة، خطيرة أوزبكية، ضربة جزاء، ضربة جزاء للأوزبك منذ البداية هي خطيرة، وبالتالي ضربة جزاء والتوغل بنجاح في منطقة الجزاء. لاحظوا في الإعادة كرة ولا أروع خلف المدافعين، في ظهر المدافعين، يستلمها أبراييف ويراوغ بنجاح، والعرقلة تأتي ليحصل على ضربة جزاء، ضربة جزاء صحيحة وفرصة الثالث بعد أن كنا نبحث عن العودة ونمني النفس بعودة الأحمر إلى أجواء المباراة. أبراييف على التنفيذ، فرصة الثالث للمنتخب الأوزبكي. كوفونجبيك أبراييف أمام وضاح أنور، أبراييف والثالث للأوزبك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 67. هنا التقدم يأتي لأصحاب الأرض مجددا بثالث الأهداف. صراحة منتخب أوزبكستان منتخب قوي جدا، مرشح للقب الآسيوي. هنا يضربون بالثلاثة، الكرة في اتجاه ووضاح في اتجاه آخر. مباراة صعبة حقيقة، لكن الاستفادة كبيرة جدا بحول الله. ضربة ركنية للمنتخب الأوزبكي، مباراة فيها الأوزبك متسيد، تلعب الكرة في منطقة الجزاء، الخطورة تزداد، التمريرة حذاري يا شباب، وضربة في الصندوق وهدف، هدف رابع للأوزبك. أخطاء كارثية وتمركز خاطئ للدفاعات اليمنية، يجب معالجة هذه الأخطاء بسرعة قبل فوات الأوان يا محمد يا البعداني. لاحظوا في الإعادة كيف يتقدم اللاعب الأوزبكي أرباييف بكل أريحية ويدخل المنطقة المحظورة، عدم وجود رقابة دفاعية، يتوغل بسهولة ويمرر الكرة لدلشاد بيك الذي يستلم الكرة من بين كل المدافعين وينجح بالاستلام والتسديد ليهز الشباك، معلنا عن رابع الأهداف للكتيبة الأوزبكية. هنا مجددا في الإعادة ركزوا على دلشاد بيك، وهنا 5 مدافعين يمنيين على مهاجم واحد لم يستطيعوا خطف الكرة، وبالتالي يسجل دلشاد بيك عبد الله يف الهدف الرابع للأوزبك في الدقيقة 84. أخطاء لابد من معالجتها من قبل المدرب محمد حسن البعداني قبل التوجه للمشاركة في العرس الآسيوي الكبير. ضربة ركنية لمنتخب أوزبكستان في آخر اللحظات، تلعب الكرة خطيرة وجول، هدف خامس عن طريق دلشاد بيك مجددا، الهدف الخامس والثاني الشخصي لدلشاد بيك بخماسية، نتيجة كبيرة، لكن نتمنى أن تكون الاستفادة أكبر للمنتخب اليمني في أول ظهور مع منتخب آسيوي. هنا في الإعادة الكرة العالية وأيضا الارتقاء العالي وإسكان الكرة في الشباك في الدقيقة 89. إذا كما شاهدنا ملخص المباراة، رأينا الكثير من الأخطاء من جانب اللاعبين، وكذلك التمركز الغير صحيح للاعبين المدافعين، عدم مراقبة لاعبي أوزبكستان، ورأينا أن 3 أهداف جاءت على منتخب اليمن للناشئين من كرات ثابتة. الهدف الثاني عن طريق اللاعب لزيزبيك بضربة حرة لم يستطع الحارس وضاح أنور التعامل معها بالشكل الصحيح، وكذلك الهدف الرابع عن طريق ضربة ركنية سجلها دلشاد بيك عبد الله يف، وكذلك الهدف الخامس أيضا جاء بضربة ركنية عن طريق نفس اللاعب دلشاد بيك عبد الله يف مجددا وبنفس الطريقة بضربة ركنية. إذا من خلال رأيي المتواضع يجب على المدرب محمد حسن البعداني أن ينبه اللاعبين على ضرورة الالتزام بواجباتهم وتنفيذها بشكل جيد، والرقابة الدفاعية اللصيقة، وأيضا الانتباه من الكرات الثابتة والتمركز الصحيح
حيث رأينا في الهدف الرابع 5 مدافعين ضد مهاجم ولم يستطيعوا إبعاد الكرة، أخطاء فادحة في عدم الرقابة الدفاعية الصحيحة، والنتيجة الخسارة ب5 أهداف. أنتم أيضا اكتبوا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا نشر رابط قناتنا هذه الرئيسية في كل مكان لكي تصلكم آخر الأخبار والأحداث الرياضية أولا بأول. وكذلك لمن يريد مشاهدة المباريات مباشرة ما عليكم سوى الاشتراك بقناتنا الثانية الخاصة بنقل المباريات مباشرة، ورابط القناة موجود في أول تعليق مثبت وفي شرح هذا الفيديو. وأيضا من هنا أشكر الأخ علي صالح المريسي من المريس من اليمن على تعاونه معنا يوم أمس ومدنا بنتيجة اللقاء أولا بأول، ولديه قناة على اليوتيوب يتمنى منكم الاشتراك بقناته، فهو يستحق الدعم لأنه كان معنا يوم أمس ويمدنا بالنتيجة من ملعب المباراة، ولكي نتعاون ونمدكم بآخر الأخبار والمباريات إن شاء الله. ونتمنى التوفيق للمنتخب اليمني للناشئين في المباريات القادمة. وشكرا جزيلا لكم إخوتي على المتابعة، وإلى اللقاء.